بما اننا في يناير وخلاص عدى اسبوع على فتره الانتقالات الشتويه، فتعالوا نتكلم عن المراكز اللي الزمالك محتاج يدعم فيها بشكل ضروري في يناير الحالي. بس قبل ما اتكلم عن المراكز اللي الزمالك محتاج يدعم فيها، حابب اتكلم في نقطه بسيطه. واضح جدا سياسه مجلس الاداره الحالي في التعاقد مع الصفقات، وده واضح جدا في الميركاتو الصيفي اللي فات. الزمالك تعاقد مع 6 صفقات: كونراد مشلاك، عمر فرج، وبنتايك، ومحمد حمدي. دول فوق السن. كوستا المدافع تحت السن، ونضاي. دول الاثنين اللي تحت السن. تعالوا نشوف الزمالك استفاد بكام واحد من ال6: بنتايك ومحمد حمدي على فترات. يعني انا ما اقدرش اقول ان محمد حمدي اضاف حاجه للفريق، ولكن خلينا نقول بنتايك ومحمد حمدي. كده عندك 4 صفقات ما استفدتش منهم اي حاجه. ايه اللي ممكن يحصل في ال4 صفقات دول؟ حل من 2. الاول، تدخل في نفس الدوامه اللي انت كنت بتشتكي منها من مجلس الاداره السابق، وهي فسخ التعاقد مع اللعيبه دي بدون ما تديهم ولا جنيه، فيلجأوا للمحاكم ويرفعوا قضيه على النادي ويوقفوا لك القيد. الحل الثاني انك تديهم باقي عقودهم ويمشوا. في الحالتين انت خسران كل حاجه، ده غير طبعا الخساره اللي انت خسرتها في ان اللعيبه دي ما قدمتلكش اي حاجه اصلا. طب نفهم من كده ايه؟ الاداره المبجله تفهم من كده ايه؟ ان ما تعاملش بالكم وتعامل بالكيف. يعني ما تعاملش ان انا رحت جبت 6 7 8 9 صفقات كسر ما اضافوش اي حاجه للفريق، ولكن اتعامل بالكيف. النادي محتاج ايه؟ مركزين 3 اجيب فيهم صفقات سوبر تضيف للفريق. ما تدخلنيش في الدوامه بتاع القضايا والمستحقات، ده غير اصلا الاماكن اللي بياخدوها في الفريق والبطولات اللي بتخسرها بسبب اللعيبه الكسر اللي عندك اللي هي مش في مستوى الزمالك. ده بالنسبه لنقطه الصفقات وسياسه الاداره اللي هي بتتبعها الفتره الاخيره. طيب تعالى بقى نتكلم عن المراكز اللي الزمالك محتاج يدعم فيها وبشكل ضروري جدا في يناير الحالي، والمفروض يكون حصل تحركات قبل بدايه يناير، ويكون الاسماء متحدده قبل بدايه يناير. مش عدى اسبوع ولسه مفيش اي بوادر عن اي صفقه. مبدئيا كده في مراكز تستحمل لفتره الانتقالات اللي جايه، وفي مراكز ما تستحملش يوم تاني. يعني لازم يتم فيها التدعيم النهارده قبل بكره. مش معنى كده ان المراكز دي مش محتاجه تدعيم، لا، المراكز دي محتاجه تدعيم، ولكن هنتكلم في الاساسيات الاول. مش هقول لك باك يمين، ده ممكن من المراكز اللي انت تصبر فيه شويه. عندك عمر جابر، عندك المسلوسي ممكن يلعب الحته دي، ولكن هنتكلم في المراكز اللي الزمالك محتاج يدعم فيها بشكل ضروري جدا. اولا، يتم تفعيل عقد بنتايك. تاني حاجه والاهم، لعيب مركز 6 ديفندر سوبر يجي يلعب على دونجا، ودونجا يبقى بديله. ما تروحش تجيب لي لعيب من الدوري المصري، لان الدوري المصري زي ما احنا شايفين ما فيهوش لعيب يقدر يشيل لك الحته دي. لازم يتم التدعيم مع لعيب مركز 6 سوبر يجي يلعب اساسي، لان دونجا والمستويات اللي بيقدمها وماشي على سطر وبيسيب سطر ده مش مستوى زمالك. مستوى ممكن تدعم بيه الدكه، لكن مش ده اللعيب الاساسي اللي تعتمد عليه في كل البطولات. تاني حاجه والكارثه اللي بيعاني منها الزمالك، التلت الهجومي. رقم 1، وبدون الخوض في تفاصيل العقد وطالب 50 لا 60 لا 80 لا 100، انا كمشجع مش بتاع الكلام ده. احنا مشينا بن شرقي ورحنا عشان نعوضه جبنا مصطفى شلبي. فانت اللي بتقول لي ده طالب 70 و80 و90 هتمشي زيزو، هتجيب مين؟ ما علينا. يبقى رقم 1 يتم التجديد لزيزو. تاني حاجه مركز الوينج الشمال، كارثه الكوارث، كابوس كل زملكاوي. مركز الوينج الشمال عندنا مين في الوينج الشمال يا ولاد؟ مصطفى شلبي وكونراد مشلاك. الاثنين ما يقعدوش دكه في نادي السكه الحديد. مش هقول لك يلعبوا اساسي، ما يقعدوش دكه اصلا. يبقى يتم التعاقد مع لعيب وينج شمال سوبر، مش لعيب فري ولا لعيب من غير نادي ولا لعيب الفريق بتاعه قرفان منه فانت تروح تجيبه علشان عقده قليل. لا، يتم التعاقد مع لعيب وينج شمال سوبر،
لعيب يجي يشيل الحته دي، لعيب يضيف للفريق. ثالث حاجه يتم التعاقد مع فرود سوبر، فرود يكون معدله التهديفي اخر سنتين ثلاثه فوق ال 20 هدف في الموسم، لان انت بمعدل المهاجمين اللي عندك ده مش هتقدر تنافس على اي حاجه. فيا ريت يا ريت مجلس اداره الزمالك المبجل يتعاقد مع 3-4 صفقات في المراكز اللي الزمالك في احتياج شديد ليها، ولكن صفقات سوبر، وما يروحش يتعاقد لي مع 7-8 صفقات الفري واللي مش لاقي نادي والكلام ده.